اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم بيتنا بودكاست مع ريم احمد وطه خليفه، وفي روايه اخرى مع طه خليفه وريم احمد. هنناقش النهارده موضوع خطير، موضوع عظيم هتقدمه لنا الاستاذه ريم. ده ايه ده؟ مش عارف حسيت ان انا الاسترسال اللي حصل مش لك عارف مره والله، واحده ما ده كانش باين محضره عليا خالص والله خالص. العظيم. لا ارتجال. دي اوكي. نعمه من عند رب. أيوة، كابتن مدحت. ارتجال. ايوه والقطه. اتفضل يا فندم، انا اسف. ارتجال عظيمه. اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من بيتنا بودكاست مع طه خليفه وريم احمد. احنا خلاص حلينا المشاكل العائليه وبقينا سلكنا سالكين. يعني أيوة. حاولنا نسلك على قد ما نقدر. هنتكلم عن ايه النهارده يا طه؟ والله اللي انت عايزاه. يعني شوفي انت حابه ايه، انا جاي معاكي. ماشي، احنا عايزين نتكلم. احنا اتبعتلنا شويه مسجات وشويه كومنتس بعض المواضيع. فاحد المواضيع اللي اثارت اهتمامنا بس يا طه، احد المواضيع اللي اثارت اهتمامنا هي تدخل الاهالي في المشاكل الزوجيه، فبيسبب للاسف انفصالات. فحابين نتكلم عن المشكله دي النهارده انا وطه. نعم، هو يتيم اصلا بس احنا ايه، حلقه حزينه، هنحاول حلقه حزينه نتكلم عن والله العظيم. حلقتنا النهارده بتتكلم زي ما ريم قالت كده عن التدخل بتاع الاباء والامهات في علاقه اولادهم. هنتكلم الاول عن الاسباب اللي ممكن تؤدي لده، وفي الاخر هنتكلم على الحلول المقترحه. طبعا احنا مش متخصصين يعني، لا، بس احنا بندردش بنقول من خلال تجاربنا. يعني في ناس كتير. تجاربنا، اصحابنا، بالظبط. حكاوي اتحكت قدامنا، حاجات كده يعني. مش عندي سؤال مهم قوي. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى تدخل مفرط من الآباء في علاقة الأبناء؟ شكرا. بص، من وجهة نظري هو في الاخر هي العلاقة الزوجية دي هي ما بين الاتنين عايز ايه؟ ايوه قلتي اصلا من وجهة نظري في الاول من الاخر، يعني ما انت نفيتي الجمله اللي بتقوليها. ماشي خلاص، هما فهموا انا عايزة اقول ايه. برافو. ان يعني هي هما الاتنين، ما توترنيش، هما الاتنين اتجوزوا، حلو. فهو مسؤوليتهم، ايوه. مسؤولية العلاقة دي العاتق. ايوه. المسؤولية دي عليهم هما الاتنين. برافو. هما برضو الاتنين اللي بيفتحوا المساحة لتدخل ناس تانية. تمام. ممكن هنتكلم النهاردة بما اننا احنا بنتكلم عن الاهل. الولد ممكن يدخل مامته او باباه في المشاكل، ونفس الموضوع البنت ممكن تعمل ده. طبيعي، كل اهل بيحب ابنه قوي اكتر من اي حاجة في الدنيا. فللأسف ممكن يبقى موضع ان هو يسمع ما تبصليش كده، ما توترنيش. ما عملت حاجه بسمع. ان يخليهم غصب عنهم طول الوقت يبقى متحامل على الطرف الاخر عشان خاطر ابنه ضناه في الاخر. فهم، انا من وجهة نظري هم مستحيل، لو اي اباء دخلت في العلاقة بشكل كبير او بشكل 100%، عمرهم ما يعرفوا يبقوا قاضي، عارف ان هو يبقى مش قاضي هيبقى عادل. او مش هيعرف ايه ضناه يا جماعة، مش هينفع يعني، مش هيعرف من وجهة نظري. انا من وجهة نظري زي ما بنتكلم كتير، فكرة الاختيار هو اللي بيفرق. وان انت لما بتيجي بتختار، مش بتختار فرد واحد، انت بتختار عيلة كلها. فلازم العيلتين يبقوا مطبعين عن بعض على بعض، يعني يبقى في بينهم توافق ثقافي اجتماعي مادي. دي حقائق لازم نقولها. ممكن المشاكل دي بتحصل لما يبقى، من وجهة نظري برضو والحاجات اللي انا شفتها، لما يبقى في فرق او جاب ما بين عيلة والعيلة التانية. طبعا احنا بنقول لا، الحب بيسرفايف، وانا هاخدها واعيش بيها ومحدش ليه دعوه، وهنقفل علينا او بات. في كلمه شهيره بتاعت انا هتجوزها هي ولا هتجوز مامتها، لا، انت او هتجوز اهلها هو فعلا. لا، هو العيلتين يا جماعه. بس عشان اكون امينه، انا شفت بعض الحالات ان بيبقى ساعات الاهل مش على وفاق، يعني مش عارفين يبقوا صحاب، ايوه. بس ما بيحتكوش ببعض. ايوه يعني دول علشان هم الاهلين بيحبوا عيالهم على فكرة. يعني شفت المثال ده اكتر من مره في كذا جوازه، والجوازات مكمله عادي يعني. انا فاهم، بس هل ممكن يبقى السبب بقى انانيه الاهل من ناحيه، من ناحيه ان دي حاجتي بتاعتي؟ طبعا في حب، في ساعات بيبقى برضو، عشان نكون صراحة، ساعات بيبقى في تصرفات مش هو حب يعني الكلمة امتلاك. بتاعت هجوزك ست ستها ستها او دي هجوزك سيده. اه في فعلا اهالي لا بتخرب على عيالها، دول موجودين، شئنا ام ابينا.
مهما حاولت تختار، مهما حاولت تعمل، ساعات فعلا فعلا الحب بيبقى الناس مش مستوعبة ان هتقدر تعيش من غير هذا البني ادم. فساعات ممكن يتجوزوا فعلا ويحصل طلقات انفصال. كبيرة ومشاكل كبيرة جدا. طلقات كبيرة ايه؟ طلقات. مش يعني ده- انا لا انا انا الطلقه دي ما جاتش فيا هي كده. انا اقصد مشاكل كبيرة ما بينهم. انا ما اتكلمتش، خدتوا بالكم ما قلتش حاجه. مشاكل كبيرة ما بينهم ممكن توصل للطلاق، زي المسج اللي اتبعتت لي. ايوه. احكي عنها وبيبقى بقى. في الاخر الضحية الاطفال. يعني هما الاثنين اصلا، هما الاثنين الاتنين- وعيالهم بقى. ما هو بس هما الاثنين ضحيه. اه. يعني هي المسج اللي مبعوتالي ان حصل مشاكل ما بينهم بسبب حماتها، وان الزوج سمع الكلام حماتها، وفي الاخر يعني الموضوع وصل للانفصال للاسف. والعيال بقى والولد عندهم ولد ما بينهم. راح فين بقى الواد ده بقى في هي أنانية انا الجدة؟ يعني ما عرفناش، انا ما عرفتش بقيه القصه إيه اللي حصل، بس في الاخر انا اللي بعته لها ورديت عليها قلت لها اهم حاجه الولد. بصوا، يعني الانفصال لو بيئة كويسة يعني لو في بيئة كويسة للانفصال أيوة. احسن من بيئة سيئة والكل مع بعض، ده حقيقي. دي اه ده بس رأيي. برضو ما نستسهلش، لان ساعات بحس ان بقى في استسهال، لان طب احنا بنتخانق دي مش بيئة كويسة للطفل، طب خلاص احنا هنطلق عشان دي ما بقتش بيئة كويسة للطفل. انا عندي رأي ان في فترة كده زمنية اواخر السبعينات اواخر الثمانينات اوائل التسعينات، الطلاق والخلع بقوا موضة. يعني هي موضة، مش مش فعلا حقيقة. الحياة مستحيلة، لا دي بقت موضة يا جماعة. انا متطلقة او انا مطلق او انا هخلعه، او لا والله احنا منفصلين كل واحد فينا عايش في بيته وبتاع، بقت موضة. انما بيوتنا ما كانتش كده زمان. مش بقول ان احنا عايزين نرجع لزمان، يعني مش ردة يعني، بس طبعا الوقت بيتطور، المسؤوليات بتبقى مختلفة، في ساعات راجل وست بيكتشفوا بعد سنين ان هما ما ينفعوش ان هما يبقى هما الاتنين عايشين في بيت واحد ومش مهيئين الحياة الكويسة لأولادهم، يحصل طلاق. عشان كده هو أبغض الحلال، بس هو ستيل حلال غصب عننا. بس تحس ان الجيل اللي قبلنا نتيجة للموضة اللي كانت عنده وسهولة فكرة الطلاق دي، لأن كلمة الطلاق بقت سهلة، بقت بتقال عادي. وبنشوف مواقف كتير قوي وناس كتير قوي وهم على قدر كبير من الثقافة والعلم، ويعني مش هقولك مثلا يعني مش متعلمين كويس او كده، وبتلاقيهم المثقفين دول او المتعلمين بشكل كويس دول، بقى الموضوع بالنسبة لهم سهل ويرجعوا ويروحوا بقى. كلمة الطلاق دي أنا شايف إن هي تقيلة على الواحد. إنما لو هنرجع لمرجوعنا بقى، إيه أسباب تانية ممكن تخلي الزوج أو الزوجة يرضخ لفكرة الأهل اللي هو أبوه أو أمه أو أبوها أو أمها ومسؤولية مين؟ يعني مين اللي هيبقى في إيده إن هو لأ أنا مش موافق أو لأ أنا موافق؟ بص، هو من وجهة نظري برضو ان هي الزوج او الزوجة هو لازم يلعب اللعبة دي بذكاء شديد جدا، لان هو في الاخر هو ما ينفعش برضو يعني يضايق مامته او يضايق باباه او بر الوالدين في الاخر ده من اهم الحاجات اللي اصلا بتبارك لنا في حياتنا. صح. فهو ما ينفعش حد فيهم يجي على باباه او مامته علشان مراته، او العكس هي تيجي على باباها او مامتها عشان جوزها. ماشي. فهو محتاج منهم من وجهة نظري حدود من البداية، كل واحد يبقى عارف فين مكانه وفين أوله وآخره. لما أسمع نصيحة من حماتي أو أسمع نصيحة أنت من، يعني كل واحد يسمع نصيحة من حد. طبعا انت مش مش لازم- هتسمعي، انت مش هتسمعي نصيحة يا عيني غلبانة. لما بيخبطوا عندنا في البيت محدش بيرد لو انا بره. ايوه اتفضل. فلما أنا أسمع نصايح يعني من كده، أنا برضو أحاول إيه أبقى ذكي، أقول حاضر، هشوف ده مناسب معايا ولا لا. مش لازم اقول لا ده مش مناسب، لا مش هعمل كده، لا مش على مزاجكوا. انا شخص حر مستقل، محدش يتدخل في حياتي. يعني مش لازم ابقى قليل الذوق او يعني ابقى رود مع اهلي او اهل مراتي يعني. صح. بس احاول ابقى ذكي بقدر كافي من الذكاء ان انا اعرف اتعامل بذكاء عشان انقذ علاقتي باهلي وعلاقتي بحماتي بس ساعات ضغوط وحماية. الحياة انا معاكي، بس ساعات ضغوط الحياة بتبقى اصعب من يعني بقى شغل وفلوس ومصاريف عيال وبتاع، فمش ناقص كمان ده بصلي بصة،
ده عمل لي عمل يعني ساعات كتير قوي عمته الحربايه ايوه. صح، المثل ده كتير قوي بيتقال، وفي ناس بيسخروا منه هم في الموقف، ان هو يبقى هو بقى عم مثلا، فانا هبقى عمته انا الحربايه، او انا هبقى عمه الحربايه، او خالي اللي واكل ورثي. في اغنيه كده كانت مشهوره، مش خالي واكل عارفه. ورث امي. اه. فالحاجات العائليه دي هي النجاه منها. احنا دخلنا دلوقتي على ما اعتقد في فكره الحلول بقى. النجاه منها الطرفين نفسهم يبقى على قدر من العقل والذكاء، ان هم يبقوا عارفين ويبعدوا. انا عارف ان اختي مثلا ما بتحبش مراتي، مش لازم غصب عن افرضها عليه. بالظبط، اللي مش يبقى لازم افرضها عندي عليك. سنس. يبقى عندي سنس. مثلا دلوقتي لو انا في جازرنج او في العيله بتتجمع مثلا كل يوم جمعه، بدل ما اقعد 5 ساعات هيحصل فيهم 5 مشاكل، طب ما اخليهم ساعه ونص بسرعه، يا دوبك مسافه الغداء، مسافه البتاع، قعدت مع الناس وشربت واتحركت. انما لو طولت، كل ما بطول كل ما الكلام بيكتر، كل ما يعني ابتدي ايه، افصل قوات فاهمك. واشري دماغي. بس في حاجه برضو تانية، ساعات في ناس بتحب المرضية. بتروح للمرضية. بتحب المرضية. يعني مثلا ابقى انا عارفة ان مرات اخويا ما بتحبنيش، طب ده انا هروح بقى اضايقها، ده انا هروح اعمل ما اعرفش بنشوف ساعات في الفرح بتلاقي ناس موضوع لابسه ايوه ايوه ابيض. ايوه ايوه، تعالي نفتح التوبيك ده، يعني التوبيك ده حلو قوي. يعني تلاقي اخت العريس انت لابسه عارفه ان هي ابيض. بقت موضه؟ سمعت انها بقت موضه، مامة العروسه هي اللي تلبس ابيض زيها. طب ليه يا جماعه؟ ده هو يومها. مش عارفه، انا شايفه ان لا، محدش يلبس ابيض يوم الفرح ولا يا اوف وايت جماعه. ولا بيج ولا اي حاجه. يعني بص، بيج مبلوعه، شامبين ليه خلصت الالوان يا حاجه؟ هتتبلع شويه ساعات. ممكن يبقى فعلا هي ما عندهاش حاجه تانية يا وهي سلام. بس ابيض، اللون الابيض ابيض ده لا، ده بتاع العروسه. هتحس ان هو كيد. يعني في على فكره في ناس فعلا ما بتبقاش قاصده. بس شفتي احنا اسهل فعلا. ازاي؟ بس كلنا نفس البدل يعني أيوة. كلنا ينفع نبقى العريس يا ما عندناش اسود مشاكل. يا ازرق يا باشا كله بيلبس، كله عنده في الدولاب بتاعه البدله السوداء. آه. بتحل. انما الستات طبعا زي ما احنا عارفين لا احنا عندنا تفاصيلنا كتير قوي. اه. طب المشاكل بتيجي عن طريق الجزء النسوي ولا من الذكوري يعني؟ بص الاغلب أيوة. بيبقى الناس ها وقد شهد شاهد من اهلها قد قالت الأغلب. كلمة حق. يعني على الاغلب بتلاقي لا، ده حماتي هي اللي أيوة. اغلب الوقت حماتي، اذا كانت من ناحيه الزوج او من ناحيه الزوجه بتبقى المشاكل اغلبها من هنا. ليه بقى يا ترى؟ انا اظن ان هي الست يعني هتبقى built دي in. الست اللي تعبت وشالت. طب اختي تعبت وشالت فيا، تعبت فيا. لا، ما انا بقول لك الحما او الحما، انا ما قلتلكش الاخوات. بس برضو الاخوات بتبقى الستات الاخوات هم في موجود، والله موجود. الحلقه بس دي انا مش مصدق ان ريم بتعترف. انا مبسوط منك عشان جدا. ده موجود. برافو عليكي أنا والله أقدر- العظيم بس على موجود بنسبه المصداقيه. صغيره، اكيد مش موجود بنسبه كبيره. قال يعني لا موجود بس بنسبه صغيره، بس أدينا. فعلا هو احنا بتلاقي كده. ما تخلي الحياه سهله يا جماعه، بتلاقي ايه؟ لا، خايفه على بنتي، خايفه على اخويا، خايفه على ابني. هتلاقي هو طول الوقت الخوف الزياده عن اللزوم هو مرتبط بالانثى زياده عن اللزوم برضه. ايه اللي انا هي قلته ده؟ حاجه ايه ده؟ بس ده جمله عميقه وحلوه جدا فعلا. فعلا. لان طبعا يعني زي ما آه. بنشوف يعني حتى عز الله كل الناس، الحيوانات الانثى هي اللي بتخلي بالها من هي الست كيرنج اكتر. كيرنج، بتخاف، بتبقى حامله هم فتبقى القط اكلت عيالها. محدش قال القط كل عياله. اه ده جرجرتك في الكلام وافقت جرجرتني، على التوبيك عشان تعترفي ان الستات تراب الميكر. بس هقول لك بقى حاجه بقى حقيقيه. هو السبب الحقيقي فهيبقى الابن اللي سمع كلام الماما اللي قالت. طب هو انا ما اسمعش كلام امي ان شاء الله؟ ما هو بص بقى، هنختلف في الموضوع ده. هنختلف في الموضوع ده، وتعالى نتفق ان احنا نختلف لو انت حابب. احنا مختلفين. تمام. اتفضلي. في فرق بين ان انا اسمع كلام ماما وبرها كويس، لان الام هي اهم حاجه واعظم حاجه في الدنيا. وفي فرق ما بين ان انا اعمل ده وابوظ حياتي انا، واجي على الست اللي انا اخترتها تبقى شريكة حياتي وهتبقى ام ابني او ام بنتي. المنطق بيقول ايه؟ لو بني ادم سوي، انا بتكلم في نماذج سويه. المنطق بيقول لو انا بني ادم سوي وعارف امي كويس وعارف تفاصيلها وعارف الحاجات، ما اروحش اجيب لها واحده تبقى هي مش حباها.
من البدايه بقى بس بس. فاكره لما في اول بس الحلقه من البدايه بقى دي يعني دي حاجات بتبقى ما قبل الزواج، ده الحاجات اللي احنا ناخد بالنا منها، ان لازم تبقى الام راضيه كده كده عن الجواز، اذا كان هنا ولا اذا كان هنا. يبقى فيه كده، عارف انت اللي هو ايه، ما اقعدش ابعد الجاب. ساعات بيبقى ايه مثلا، اصل دي زعلت منك يا ماما عشان انت عملتي كذا. خلاص بقى اسكت، هي زعلت، انت عرفت خلاص انها بقى، ايوه زعلت، صح، خلاص انت حاول تصلحها بطريقه غير مباشره. اوكي. لكن انت لو رحت قلت لها دي زعلت منك عشان كذا، ما اكيد هتتضايق منها وهتشيل طب اكيد. ما هي ممكن الحاجات دي حاجات صغيره، حاجه فوق حاجه فوق ما حاجه هو ده ما اللي فوق. اقصده، ان انت حاجه ورا حاجه. لما انا هقول لها دي زعلت عشان انت قلتي كذا، ايه ده دي ما كلمتنيش. طب انا حاول، انا عارفه ان هو بيبقى مباراه صعبه على الزوج شويه، بس هو لازم يحب، ما لازم. بس حاسس ان الموضوع ماتش يعني فرهضه اكتر منه ما هي الحياه بيت. ماتش كبير، والله احنا كلنا في ماتش كبير. انت بالك احنا كلنا استسلمتي مجهدين وحسبي الله ونعم وتعبانين ومش الوكيل، قادرين، بس حسبي لازم. الله. ما احنا هي الحياه مجهده ومتعبه، هنعمل ايه؟ بس لازم نبص لها على حلول، على حلول من وجهة نظري. زي ما اه. قلنا الاسباب هي نفس الحلول. الاسباب من اول الاختيار، ان انت ما تجيبش حد مختلف عنك وعن اهلك، ولازم تبقى عارف اهلك بيربوك. والله يا اخويا عندك القدره ان انت تاخد اللي انت بتقول البارتنر اللي معاك، او انت تاخدي البارتنر وتبعدوا خالص وتعيشوا لوحده. اه صحيح، في حاجه كنا نسينا نقولها، اللي هي بيت فكره العيله. بيت العيله اتفضلي، بتعمل مشاكل، لسه كنت ايه بقول. رايك بقى فيها؟ عشان انا عندي اختلاف، لان في عائلات كتير قوي عايشه على عايشين ده. في بيت اقول العيله. لك حاجه، المسلسلات التركي كلها تقريبا قايمه على بيت العيله. عندهم هو كده عشان كده عندهم مشاكل 200 و700 حلقه. عندهم يعني الكونسبت بتاع اللي هو البيت الكبير وبيت العيله اللي فيه اكتر من اسره تحت سقفها. هيجيبوا دراما منين؟ ايوه هيجيبوا بالظبط. خناقات منين؟ هو ده الدراما. فبيجيبوا الدراما فظيعه من الحاجات دي يعني. بس انا شايف ان احنا كان عندنا بوند اكبر، ان خلاص. يعني انا فاكر جمله كده كانت بتقال زمان، لما لما البنت بتتجوز، عيله البنت كسبت فرد جديد، صح. ولما الراجل بيتجوز عيله الراجل خسرت فرد. ايه ده اه والله، فعلا. اه والله. اوكي، انا لان افتكرت خلاص، الاتنين لا كده. لا لا لا، ما عيله البنت هي اللي بتكسب، لان هو بس بيبقى انت راجل. اغلب الوقت لما انت لو بيت عيلة البنت هتتجوز عند بيت اهل جوزها، مش انا هتتجوز فاهم، بس عند بيفضل البوند ما بين البنت وامها اقوى من الراجل. اه. الراجل مسحول في شغل، مسحول، يعني يا شغل يا بيته يا اصحابه يا قهوه يا، انت فاهمه ازاي. انما هو اصلا لما بيجي عشان يتجوز، المشاعر كلها عند الستات. ما هي اللي مودينا مشاعر، مشاعر. تشاور، تودع، مشاعر. مهاجر. انما لو اتكلمنا في زمن بقى، عايزين نتكلم في فكرة الزمن، هل اختلاف الزمن ادى لمشاكل اكبر، ولا المفروض ان احنا مع الزمن لما بيتطور المشاكل تقل؟ بص، هو الدنيا بتتطور، فالمفروض الوعي بيزيد اكتر. فواضح ان الناس الوعي بيخليها تشوف حاجات ما بتقبلش بأي حاجة، بيخلي سقف الطموحات بيزيد أكبر. مسلسلات التركي، المسلسلات الكوري، الحاجات دي بقت بتودي الناس. حسبنا الله والله. بقت عايزين نعمل حلقة بتودي والله. الناس طب اقول لك عن على حاجة، نعمل عن المسلسلات. المسلسلات التركي والكوري اللي انا تركي بحبهم والكوري قوي. طبعا. فبقى عندك وعي ان انت توافق ان ده يبقى شكل حياتك ولا لا. اوكي. ان انت ممكن فجأة لا ستوب، انا مش مكملة، او هو لا مش انا ممكن ابقى اعيش بس احسن قرار من كده. الانفصال ده قرار، وكمان لما يبقى اللي بيزقوا الاهل ده قاسي. طبعا، لان بص، هو المفروض اصلا لما الزوجين يبقى في مشاكل، لو احنا بقى بنتكلم في الطبيعي واللوجيك المنطقي، ان لو الزوجين عندهم مشاكل ومش عارفين يحلوا مشاكلهم، المفروض اللي يحل لهم المشاكل الاهالي، اصلا مش يزود ولا انت اللي غلطانه تعتذري له، لا ده انت اللي صح غلطان، انت اللي تصالحها، لا ما اعرفش صح. ايه. لو احنا زودنا الفجوه والجاب اللي ما بين الزوجين، تسببنا احنا فيها، يبقى احنا هدمنا بيت. صح. يعني الموضوع كبير، هدمنا بيت، هدمنا اسره، في طفل يا عيني يتشرد ما بين الاب والام، او طفلين ايا كان هم جابوا ايه. فلا، هو في مسؤوليه كبيره جدا جدا جدا، عشان برضو اكون امينه، لان احنا قلنا ان المسؤوليه على الزوجين، لا هو في مسؤوليه كبيره جدا على الاهالي.
واعرف امتى اتدخل وامتى ما اتدخلش، وامتى لما اقول حاجه فلاقيها ان الطرف الاخر ما تقبلهاش مني، ممكن ما صح. يتقبلهاش، احاول اسحب كده سحبه مايكل او صح، شويه برافو عليكي وبتاع بقى، عشان احنا عمالين نقول المشاكل في الطرفين، لا، لا. لكل ام وكل اب، ايوه. لكل ام بالذات، لان هي انت بتبقي كيرنج اكتر، دي مش حاجه وحشه. لا مش حاجه. ما تخربيش على ابنك، ما تخربيش على بنتك. ايوه، ما تخربوش على بيوت عيالكم. حسبي الله ونعم الوكيل. كنتم مع حلقه جديده من بيتنا بودكاست مع ريما احمد. انت هتعيط ليه خليف. في ختم؟ انت مش عارف، انا اتأثرت قوي في الحلقه انت دي. منهار ليه يا طه؟ مش عارف ايه اللي بيحصل. هتقفل انت بقى والنبي. انا قبل ما اقفل عايزه اقول لهم برضو يقولوا لنا، يعني ممكن يبقى هم عندهم رأي تالت، رأي رابع، رأي خامس، عايزين نسمع قصصكم، عايزين نعرف حكاياتكم. ايه رأيكم في الكلام اللي احنا بنقوله؟ انتوا شايفين فعلا المشاكل بتبقى من الزوج ان هو بيسمع كلام الاهل، ولا الزوجة هي اللي بتسمع كلام الاهل، ولا المشكلة اصلا في الاهل، ولا الموضوع ازمة اختيار من البداية، وان انا لازم اخد بالي لو انا شايفة ان في علامات بتقول ان ده هيحصل في المستقبل انشف قلبي ومن البدايه ما كملش في الجوازه. فهي حاجات كتيره قوي، ففكروا معانا ومستنيين ارائكم، مستنيين لايكاتكم حاضر، كومنتاتكم، شيراتكم سبسكرايب اللي هو قالها. واستنونا كده في حلقه جديده ان شاء الله، وقولوا لنا برضو لو عندكم اي افكار لحلقات جديده عرفونا وقولوا لنا، واحنا في انتظاركم. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين، ايا كان بقى الحلقه تنزل امتى. انتوا عموما كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين طول السنه، كل لحظه وانتم سعداء. باي باي. كنتم مع ريم احمد، طه خليفه، بيتنا بودكاست. شكرا عفوا جدا. باي باي. باي يا عاصم. اقفل.